السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين تربية طيور مع الحواوشي، أهلا وسهلا بكم. طبعا الدورة ديت دورة شهر، يعني احنا واخد شهر واحد دلوقتي، داخلين على شهر اتنين. بتعتبر من أصعب الدورات اللي موجودة نظرا لظروف الجو البرد الجامد ده يعني، والأخطاء اللي كتير من الناس بتقع فيها، بالذات في التدفئة أو التدفئة والتهوية مع بعض. يعني من الحاجات المشكلة دي الناس بتيجي طول النهار مقفلة على الفراخ، وطول الليل طبعا مقفلة عشان خاطر البرد، والكلام ده بيحصل عنه طشمه او كتمه. وتيجي تقول للناس دفوا يا جماعه، يقولوا اللمبه حمراء واحده، يقول لك ده اللمبه الحمراء كفايه، طب الصغيره كفايه، طب ال 200 كفايه. يا جماعه احنا عايزين الفراخ تبقى دافيانه، لان الفرخه لو ما تفيش او الكتكوت لو ما تفيش في العمر الاولاني بيحصل مشاكل كتير جدا بالنسبه للفراخ، وممكن الفراخ كمان ما تكبرش زي ما انتم عارفين. طب اللمبه الحمراء كفايه؟ بص زي ما انتم شايفين كده، ده عندك لمبه حمراء شغاله، والتانيه وادي شعله، وفي هنا كمان دفايه كمان اهو. كل دول في مكان ما يجيش 2 متر في 3 متر. يعني شوف مدخل ده كله عشان تقدر توفر درجة الحرارة كافية، لأن عندنا الحيطان بيحصل فيها فقد، الأرض أنت عاوز تلف أرض وعاوز تلف حيطان وسقف ومكان، وفي فقد نتيجة الهواء البارد والكلام ده كله، فلازم نعلي درجة الحرارة. أنا طول ما أنا شايف إن الكتاكيت زي ما أنتم شايفين قدامنا كده بالصلاة على النبي، واحد 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 واحد، زي ما انتم شايفين كده كتاكيت الدنيا مبسوطه، يعني الفراخ كلها بتلعب وبتجري في المكان. هنا كده الفراخ دافيانه، غير كده الفراخ بردانه، عشان نبقى متفقين. الفراخ هيبرد هتلاقيه ريش، ما يكبرش، بيسيف، ما بياكلش، بتحصل مشاكل كتير كده زي ما انتم شايفين. احنا محتاجين درجه حراره 34 او 33 في جو البرد اللي احنا فيه. درجه الحراره توصل بالليل ل 10 وممكن اقل من كده كمان. فنعوض ده كله ازاي؟ الحيطان دي، شوف الحيطه ديت لازمه اهي، الحيطان دي كلها زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، لازم تبقى دافيانه رخر عشان تدفي الحيطان والارضيه زي ما قلت لكم. لازم تعلي الحراره، وتيجي بالليل تعلي الحراره جامد. فعلى قد ما تقدر امسك في التدفئه في البرد، بحيث ان المكان ما يكونش فيه ريحه، ما يكونش فيه امونيا ظاهره والكلام ده كله. ولو هويت، هوي برضو بالعقل زي ما بيقولوا كده، بحيث ان الحراره ما تسقطش منك وما يحصلش اي مشاكل. نظبط الدنيا واحنا مع بعض واحده واحده كده يعني، وربنا يسترها على اصحاب المال يعني، يبارك لهم في الدوره بتاعتهم. مع بعض كده نبتدي نتكلم مع بعض عشان خاطر اللي بيحصل في المشاكل دي. واغلبيه الناس بتشتكي الفراخ ما بتكبرش، الفراخ ريشت، الفراخ نامت على بعضها. وتلاقي الناس يقول لك ايه، ان الفرخه انا قادر اللنده الحمراء اخش. يا جماعه انتوا الجو كده كده برد، اول ما تخش في المكان دافي لو مقفوله تحس بالدفء. فما تجيش تقول اصل انا بخش الاقي ايديا، ما انا مالي ومال ايدك، انا ليا بالكتكوت منتشرين زي ما انتم شايفين كده قدامكم، يبقوا دافيانين. غير كده بردان، حتى لو اي دفايه زي ما وريتك مع شعله مع لندتين حمر، زود المكان او ضيق الحضانه بتاعتك لما تطلع بالفرخ من اول